يوسف يا ولاد، سارة، ولادي فين؟ وديتهم فين؟ صباح النور يا حبيبتي. رد عليا، وديتهم فين؟ ما تقلقيش قوي كده، ما هم اولادي برضه. طب هاتهم لي. لما احس انك هديتي ممكن اتفاهم معاكي. تتفاهم معايا على ايه؟ على ايه بس؟ اللي بتعمليه ده مش هيساعدك ومش هيوصلك لاي حاجه. واللي انت بتعمله ده هيوصلك ليه؟ مش عايزه تاكلي؟ مش جعانه؟ مش عايزه ادفع حاجه. مضربه يعني. انا عارف ان اللي حصل ده كان صعب، بس احنا لازم نعديه ونكمل حياتنا بشكل طبيعي. طبيعي؟ اللي بينا عمره ما هينفع يبقى طبيعي. انت اتجننت ولا ايه؟ انا مش مجنون، انا جوزك وانت مراتي ام ولادي، وده عمره ما هيتغير. انا ما اعرفكش. ولادي دول ولاد راجل تاني. الراجل ده بقى ممكن يكون اختفى، مات، او يمكن ما كانش موجود اصلا، وانا هعرف اكمل حياتي. مش هكون اول ولا اخر واحده تخسر جوزها، بس اديني عيالي ورجعني مصر وانساني، وانا عمري ما هجيب سيرتك ولا اقول لهم حاجه وحشه عنك. والله العظيم عمري ما هقول لهم حاجه وحشه عنك. لا يا سلوى، لا يا حبيبتي، دي بلدي وهنعيش فيها مع بعض. انا ما بقولش ان عايزك دلوقتي حالا تتقبلي ده وتتعاملي معاه بشكل طبيعي، لا، لازم تأهلي نفسك لكده. يعني مش هتصحي من النوم تلاقي نفسك بتحلمي، لا، دي حقيقة. بص من الشباك يا سلوى، شوفي البلد هنا عاملة ازاي. بلد راقية ومتقدمة وناس نظيفة، يعني لا في زحمة ولا تلوث. اعتبرينا ستي هاجرنا لبلد أوروبية أو سافرنا إعارة. احنا مش كنا بنفكر نعمل كده؟ انت عارف انت ايه؟ انت خاين جاسوس. خاين؟ أنا بطل وطني، خدمت بلدي إسرائيل وليا الشرف، وبكرة ولادي لما هيكبروا هنا في بلدهم هيعتبروني قدوة ومثل أعلى. تعالى هنا هات لي ولادي يا اما هقتلك دلوقتي. اهدي يا حبيبي. سيبني يا ابن الكلب. فاكرة نفسك ايه؟ ها؟ فاكرة مش هقدر عليكي؟ أنا ممكن أقتلك في ثانية. اعمل كده، اعمل كده وخلصني. لا، أنت هتعيشي معايا أنت وأولادك وغصب عنك، ولو مش عاجبك هشحنك لوحدك على مصر، بس ساعتها لو وقفتي على شعر راسك مش هخليكي تشم ريحة ولادك. اتفضلي اتفضلي، عايزة تخرجي اخرجي لوحدك. ألف سلامة، الباب يفوت جمل زي ما بتقولوا. صباح الخير. ايه يا جماعه في ايه؟